انا ما كنتش هتكلم بعد تعادل النادي الاهلي مع فاركو، ولكن صفحه فاركو الرسميه واحمد سوسو وميدو كوبايه طالعين بيقولوا ان النادي الاهلي اتجامل ب3 نقط او اتجامل بنقطه ما كانش يستحقها في فجر تحكيمي. وانا بوري لهم الفجر التحكيمي اللي موجود تحت في الشاشه. ضربه جزاء صحيحه مليار في الميه للنادي الاهلي والحكم شايفها بعينه وحسبها، لكن رجع الفار وقال لك لا ما فيهاش ضربه جزاء. انا عايزك تبص على رجل لاعب فاركو العكسيه، رجله العكسيه خبطت في مشط رجل حسين الشحات، وده اللي خلاه يختل توازنه ويقع في الارض. انا يا عم اعتبرني بقول اي كلام، انت مش ليك عينين وبتشوف؟ بص وشوف دي ضربه جزاء ولا لا. وانا عايزك تقول لي في الكومنتات لو انت شايفها مش ضربه جزاء، قول لي دي مش ضربه جزاء. بس انا عايزك تشوف ردا على احمد سوسو وعلى ميدو كوبايه وعلى صفحه فاركو اللي بيقول النادي الاهلي اتجامل من الحكم في ضربه الجزاء الاولى اللي جابها امام عاشور، وهي ضربه جزاء بالمناسبه صحيحه مليون في الميه، لان اللاعب اثناء الكوره او بعد ما اتلعبت الكوره والكوره في الهواء راح داخل في رجل لاعب النادي الاهلي وعمل مخالفه معاه في منطقه ال18، اللي خلى لما بيبقى في مخالفه والكوره بعيد عن اللاعب بتتحسب ضربه جزاء. ما بالك والكوره رايحه لك وانت استطعت ان انت تلعب الكرة وراح لاعب نادي فاركو مكمل فيه. ولكن الطامة الكبرى ان كل الزملكاويه غضوا البصر تماما عن الحالة التحكيمية اللي حضرتك شايفها دلوقتي. ضربة جزاء صحيحة مليون في المية وابو نطة حسبها، ولكن بتاع الفار قال له لا احنا ما يخلصناش ان النادي الاهلي ياخد ضربتين جزاء، تعالى ارجع. لا ده هي ما فيهاش ضربة جزاء والكرة ما فيهاش حاجة، على الرغم ان في مخالفة واضحة. وانا جايب لك الصورة، وانا جايب لك صورة، انا مش جايب لك صورة، انا جايب لك فيديو حضرتك بتشوف منه من خلال الشاشة. احكم واتفرج على الكورة دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. وفي النهاية احنا بنرد على احمد سوسو اللي طالع وبيتلقح بالكلام على النادي الاهلي، وسبحان الله تكلم نقط تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. نفس المثل ينطبق على احمد سوسو وكل من على شاكلته. والاخ التاني اللي اسمه ميدو كوبايه اللي سبحان الله لما كان بيدرب اي نادي ضد نادي الزمالك وهو مدربه كان بيطلع يقول ده نادي الزمالك اتجامل تحكيميا ونادي الزمالك حصل له واحنا اتظلمنا تحكيميا في المباريات اللي هو كان بيدربها والفرق اللي كان بيدربها. حتى فاركو طلع لهم سنان وبيقولوا ان جابوا اصدقائهم. ما هو لو جابوا اصدقائهم مكان اللفندي حسب ان دي ضربة جزاء. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم، السلام عليكم.